لو بقالك فترة كده حاسة ان شعرك ناشف او هايش او بيتقصف او حاسة انه واقف مكانه مش بيتغير، تابعي معايا الفيديو لان انا النهاردة هقولك روتين كامل يخلي شعرك شكله احسن بكتير لو التزمتي بيه. اول حاجة لازم كلنا نعرفها ان الشعر مش بيتغير في يوم وليلة، لكن في شوية عادات بسيطة جدا ممكن تفرق معاه بشكل واضح. اول خطوة، قبل ما تغسلي شعرك اعملي حمام زيت، ودي خطوة ناس كتيرة جدا بتكسل تعملها مع انها بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشعر انعم بعد الغسيل. الطريقة انك تجيبي شوية زيت مناسب لشعرك، زي مثلا زيت جوز الهند او زيت الارغان او زيت اللوز الحلو. تحطي كمية مناسبة على اطراف ايدك وتدلكي فروة الراس لمدة 5 دقايق وتسيبيه لمدة ساعة أو ساعتين، وبعدها تقدري تغسليه. وهنا بقى في غلطة لازم تبطليها. في ناس بتنام بالزيت طول الليل كل مرة. بصي، لو الزيت مناسب ليكي ومبيسببش تهيج لفروة راسك ده ممكن يناسب بعض الناس، لكن مش شرط يكون أفضل اختيار لكل أنواع الشعر. المهم ما تكتريش الكمية. الخطوة التانية هي غسيل الشعر نفسه. ما تحطيش نص ازازة الشامبو على شعرك، كمية صغيرة تكفي، وركزي بالشامبو على فروة الراس فقط. بالنسبة للأطراف الرغوة وهي نازلة هتنضفها، ودي حركة بسيطة لكنها بتقلل الجفاف جدا. الخطوة الثالثة هي البلسم. لو انتي من الناس اللي بتغسل شعرها بالشامبو وبس كده فانتي كده بتظلمي شعرك. البلسم بيرطب الشعر ويسهل التسريح ويقلل الهياشات. حطيه من نص الشعر لحد الأطراف وسيبيه 2 أو 3 وهتشوفي الفرق بنفسك. دلوقتي هقولك على الماسك اللي ناس كتير بتحبه. عبارة عن 2 معلقة زبادي على معلقة عسل، ولو شعرك جاف جدا ضيفي عليهم معلقة صغيرة جدا من زيت جوز الهند وحطيه على شعرك لمدة 20 دقيقة وبعدين اغسليه. الماسك دوت بيتعمل مرة واحدة في الأسبوع. في كده خطوات غلط جدا بنات كتيرة بتعملها، انك بتطلعي من الحمام وتجيبي الفوطة وتفضلي كده تفركي بشعرك بكل قوتك، بس الحركة دي غلط جدا. الطريقة الصح انك تعصري المية منه بكل هدوء، ولو عندك مثلا اي حاجة قطن، تيشيرت قطن مثلا، استخدميه بدل الفوطة لانه ألطف على الشعر. وبعدها بلاش تسرحي شعرك وهو مبلول جدا، استني 10 دقايق مثلا وبعدين استخدمي مشط واسع، وبعدين تبدأي تسريح من أطراف شعرك وتطلعي لفوق مش العكس. بالنسبة بقى لوقت النوم، عارفة ان دي ممكن تبان حاجة بسيطة بس بتفرق فعلا. لو تقدري تنامي على مخدة ستان أو تلبسي بونيه ستان هيقلل الاحتكاك ويقلل الهيشان والتقصف مع الوقت. وكمان تقدري تعملي ضفيرة خفيفة قبل النوم بدل ما تسيبي شعرك مفروض. دلوقتي بقى هقولك على حاجات البنات بتنساها خالص، اللي هي أطراف الشعر. كل مرة تحطي أي زيت أو سيرم حطي نقطة صغيرة جدا على الأطراف، لأن الأطراف هي أول مكان بيتقصف. ولو بتستخدمي الاستشوار او المكوى بلاش كل يوم، ولو هتستخدميهم لازم وضروري تحطي واقي حرارة الاول. دي خطوة صغيرة لكنها بتحافظ على الشعر من التلف. بالنسبة بقى للحنة اللي هي الحنة الطبيعية، ممكن تعمليها كل شهر او حسب احتياج شعرك. لو شعرك جاف جدا ضيفي معاها زبادي او جل الوفيرا علشان تقللي الاحساس بالجفاف. ودلوقتي اهم خطوة في الفيديو كله هي الاكل. ممكن كده بنوتة جميلة تشتري اغلى شامبو في الدنيا بس اكلها بيكون ضعيف وشربها للمية قليل وشعرك مش واخد احتياجاته، هيفضل تعبان مهما عملتي. حاولي تدخلي بروتين في اكلك زي مثلا البيض، الفراخ، السمك او العدس والخضار، واشربي مية على مدار اليوم. واهم معلومة في الفيديو كله انك اوعي كل يوم تبصي في المراية وتقولي لسه شعري مطولش، لان الشعر مهما كان بيحتاج وقت.
اللي بيكسب في الآخر هو اللي بيستمر، مش اللي بيجرب وصفة يومين أو 3 وبعدين يبطل. ولو استفدتي من الفيديو اكتبي في التعليقات هبدأ من النهاردة، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك.